ابن الرزل ده. الو. ايوه ماهر. ماهر مين يا ابني؟ ماهر باشا؟ يا باشا. يا فندم لا مفيش، اصل كنت مسافر مصر ولسه راجع تعبان قوي. دلوقتي برضو بقول لك تعبان يا باشا. حاضر يا فندم. حاضر يا باشا. 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 الواحد كان طلع ظابط اسهل. هستنى. سلام يا حلوة. مع السلامة. ايه ده؟ انت خارج ولا ايه؟ خارج. هو انت مرات ابويا؟ وبعدين تعالي هنا. انت تعرفي البت دي منين؟ عادي يعني، بنت متغربة زيها. وبعدين تعالى لي انت هنا، انت تعرفها منين انت عشان تسألني انا معرفها ولا معرفهاش؟ ردي واتفتح يا بنتي. الله، انت ما كلمتيش وانت صغيره ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ خلي بالك منها وفتحي عينيكي. دي بلفت بسنت وريهان في نص يوم، واشتغلت مع بسنت بعد ما قعدت معاها نص ساعه بس، ما خدتش في ايديها غلوه. ماشي هاخد بالي. ايه ده؟ مش هنكمل كلامنا ولا ايه؟ هو الكلام هيخلص؟ احنا في قريه واحده يا بنت. قريه. مات؟ اتقتل. اتقتل ازاي يا باشا؟ انت مش قلت لي حادثه عربيه؟ متدبرة يا سيد. في فرق كبير قوي بين الإصابة الخطأ والإصابة العمد. أنا متأكد كويس قوي إن اللي خبط أشرف كان قاصد يقتله. الله يرحمه. كان راجل طيب وابن حلال. عشان كده لازم حقه يرجع. ربنا يقدر سعادتك يا باشا. هيقدرنا سيد. إن شاء الله هيقدرني. بس أنت لازم تقف جنبي. أنا يا باشا؟ ساعدك إزاي؟ سالم الجرحي. سيادتك شاكك إن ليه علاقة بالحادثة؟ كل الاحتمالات مفتوحة قدامي لغاية ما أحط إيدي على الدليل. سالم كان عارف إننا بندور وراه في موضوع قتل رشاد الله يرحمه. حصلت بيننا وبينه أكتر من مواجهة. مش بعيد يكون زهق من أشرف وحب يخلص منه. أيوة يا باشا، بس يعني ما توصلش للقتل. وده من وجهة نظرك أنت ولا وجهة نظر سالم؟ باشا هي المواضيع دي فيها كذا وجهة نظر. دماغي لفت. ده ركز معايا يا سيد. المعلومة دلوقتي تفرق عن الأول كتير. باشا عدم المؤاخذة، يعني أنا مش فاهم حاجة. هو سالم الجرحي عنده عربية جراند شروكي سودا موديل 2010؟ لا النوع ولا اللون ده موجود في الثلاث عربيات اللي عندهم في الفيلا. وتركز معايا يا سيد. يعني هو معقول هيخبطوا بعربيته الشخصية؟ أيوة يا باشا فهمتك. أنت تقصد عربية من عربيات القرية. هو ده. من النجمة. هقلب لك الدنيا عليها يا باشا. وبلغنا على طول. لو إني ما أظنش إنها هتبقى لسه موجودة. بس هي محاولة يا سيد. الو يا باشا. السيد ابو الليف جوه عند ماهر بيه في المكتب. وعايز منه ايه؟ كان عايز يطقص عن عربية شروكي سودا، يشوف إذا كانت تبع القرية هنا ولا لأ. ايه ده؟ معقولة بيشك فيا؟ اتجنن ده ولا ايه؟ تصدق سعادتك، بس ما تقلقش، أنا نفيت له الفكرة دي خالص. ايه ده؟ انت لحقت تيجي هنا امتى؟ انت طالع بالمنظرين ولا ايه؟ سليمان بيه جاي يبلغك إن أنا كنت في القسم من شوية يا باشا. تحب تبلغ الباشا ولا خلاص؟ خلاص روح انت دلوقتي يا سيد. تاني مرة لما تعرف حاجة ما تبقاش تيجي على طول. ما تقلقش. انت دلوقتي بقيت مصدر ثقة. ولا ايه يا سليمان؟ اللي تشوفه سعادتك. تصبح على خير يا فندم. يبقى اتأكد ان حسونا فرم العربية. هو في حد شاكك في حاجه يا باشا؟ ما تقلقش بالك. الولد الضابط بتاع الاسم بيدور على العربية. صدقتيني لما قلت لك ان اللي زينا لازم يتفرج من بعيد لبعيد، وانك كان ممكن تحصل امك لو عرفوا انت جايه هنا ليه. ظابط زي الورد يفرح. كل مشكلته ان هو نخر ورا ابوكي شويه. بعته اللي يخبطه بعربيه عشان يخلص منه. مات في عز شبابه عشان اتجرأ ودور ولا سالم الجرحي. يعني ايه؟ اسكت واسيب حقي ولا ارجع مطرح ما كنت؟
والله ما انا عارف اقول لك يا سماح. خايف اقول لك ارجعي مطرح ما جيت ابقى بظلمك. ازاي تبقي شايفه العز ده كله حواليك وتفضلي بصره من البدروم، وان اخرك تبصي من شباك اوضتك على جزمه اختك اللي ثمنها كذا الف وهي معديه فوقيكي. ولو قلت لك نخربي ورا حقك عشان تقبي لفوق وجزمتك تبقى حيزه جزمه اختك، ممكن اكون ببعتك لقضاكي. ما فهمتش حاجه. احسن برضه، عشان لو فهمتي هتتعبي. اقول لك خليكي تتفرجي من بعيد لبعيد، جايز يجي اليوم اللي تقدري تطلعي فيه من تحت لفوق يا سماح. الو. ايوه بس انا باسم. باسم؟ ايوه باسم السباع مرمي في التخشيب ولا بتسالي عليه، ولا كاني ابن عمك. ده يا شيخه حتى الزياره مستخسره انك تيجي تزوريني ونسيتي كل اللي عملته عشان خاطرك. طب اسمعني بس انا هقول اسمعي لك. انت يا بنت عمي، انا لازم اشوفك وبسرعه. تروحي تقدمي طلب لزيارتي، بس خدي بالك لو اتاخرتي وما جيتيش هفصل الحكومه وابوكي مين كان ورا حاله التسمم اللي حصلت في راس السنه دي. انا مش هسكت. ها؟ سلام. تشكر يا دفعه. مش هتفتح الباب للراجل؟ قلنا مش هيعتبها تاني وخليه يخبط لبكره، برضه هيمشي في الاخر. كفايه ده انا هفتحي بقى، انا جاي جاهز والشو واخد مني رقات. طب انتوا اتجوزتوا وخدتوا نصيبكم من الحياه، انا بقى ذنبي اقعد اتعذب؟ هو حلال ليكم وحرام ليا؟ وجوزك اللي في السجن كان جوزي، خلعته. انا سامع صوت جوه، يعني موجودين اهو. يا بنتي انت هتفضلي واقفه كده زي الصنم؟ هتشوفيه عمال يبيع ويشتري في امك وتفضلي ساكته؟ ما اقدرش اخالف اوامر جوزي، هو دلوقتي راجل البيت وكلامه يمشي على الكل واولهم انا. جوزك يا اختي وتحت باطك. طب وراجلي اللي بره ده؟ وبعدين بقى هعدي 3 واكسر الباب. 1 2. لم حالك ومحتالك واتكل على الله يا دوكش. انا سامع صوت حد بيتكلم ولا انا بيتهيألي؟ لف وارجع من مكان ما جيت، مالكش حد هنا خلاص. الله، ده صحيح بقى، يعني مش بيتهيألي. دخول بيوت الناس بالاذن والادب، والاذن ده مش هتاخده تاني خلاص. وماله؟ وانا هدخل كباريه ولا صاله حظ؟ ده حتى الجواز اسمه ونصيب. اقول لك على حاجه، بلاش تفتح الباب، لان خلاص ما بقاش ليا كيف ادخل. لكن الشراعه كفايه تكفي الكلمتين اللي انا عايز اقولهم لك وزياده. وماله؟ نعم. نعم الله عليك يا سبة. اولا مبروك الجواز. انتوا مش اتجوزتوا ولا الخبر اللي وصلني مش صحيح؟ لا صحيح، لو انه ما يخصكش. ما يخصنيش ازاي بس؟ ده يخصني جدا، خاصة ان انا اطلع من عندك هنا على الاسم احاول انقذ انسان بريء اتهموه في قضية قتل. وانت عارفني مرضاش بالظلم ابدا. مالك بس؟ هو معقول الدوكش اللي مخه يوزن بلد يغلط غلطة زي دي؟ ده حتى معروف عنه الذكاوة والمفهومية في المنطقة كلها. ولا ايه؟ ايه؟ مش فاهم. اكيد انت عارف انك لو بلغت عن وردة بنت زبيدة مش هترضى تتجوزك بعد ما ترمي بنتها في السجن. ولا ايه يا زبيدة؟ بنتها ايه؟ بنت مين؟ ما ترد يا زبيدة، انا مش فاهم حاجة. مين بنت مين؟ ايه ده؟ هي ضحكت عليك انت كمان وما قالتلكش ان وردة تبقى بنتها البكرية مش اختها الصغيرة؟